احنا محتاجين نعرف نتكلم. انا محتاج اعرف اعبر واتكلم اكتر. لو عاوز اعلام كويس سيب الاعلام يشتغل، سيبنا نشتغل وحاسبنا. انتقد الاعلامي عمرو اديب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاعلام في مصر، ووضح عمرو اديب ان البلاد بتفتقد لمناخ يساعد الاعلام على التحدث بحرية وبدون خوف، وطالب الرئيس السيسي إلى توسيع هامش الحرية والتعبير أمام وسائل الإعلام. اتكلم عمرو أديب عن تصريح للسيسي بيشير فيه إن الإعلام في مصر لا يقوم بدوره ولا يقدم تفسير للناس عما يجرى، وإنه مهتم بالقضايا المتعلقة بالطبخ. ورد عمرو أديب على التصريح ده وقال: إحنا محتاجين نعرف نتكلم. أنا محتاج أعرف أعبر وأتكلم أكتر، ولازم يكون في آراء مختلفة. ووجه كلامه للسيسي وقال: هل تعلم يا سيادة الرئيس أن هناك كتابا في بعض الأحيان الكثيرة يبقى كاتبين مقال في جريدة وبيتم منعها؟ لو عاوز إعلام كويس سيب الإعلام يشتغل، سيبنا نشتغل وحاسبنا. وطالب عمرو أديب السيسي مرة أخرى بتصريحاته بإعطاء الفرصة للإعلام من أجل أن يتكلم دون خوف، وقال له: ينبغي على السلطات أن تدع الجميع يتكلم. وأبدى عمرو أديب أمله أن تكون ال6 سنوات القادمة، واللي أشار فيها عمرو أديب لتولي السيسي السلطة، بأنها تكون هناك قدرة كبيرة على الاحتواء